السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى صباح لكل متابعينا الكرام. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتشغل زر الإشعارات عشان شعار جديد بأي فيديو هننزله. خلاص داخلين على 31 ألف مشترك على اليوتيوب. الحمد لله بفضلكم انتوا بتعبكم انتوا معايا وكومنتاتكم الجميلة ولايكاتكم والشير الجميل بتاعكم. الحمد لله هننجح وبإذن الله هننجح قريب أوي أوي أوي. طبعا إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة طالعين نتكلم في حاجة مهمة اللي هي إيه؟ مسكنا حماماية من سوريا. هتقول لي يا مهند انت بتقول اي كلام وتقول لنا اي هكس في اي حاجه، بس انا عايز اقول لك فعلا الحمايه يا جماعه من سوريا. الحمايه عليها اثبات للكلام اللي انا بقوله لكم دوت، وافرجكم عليها دلوقتي حالا. مش هفرجكم في اخر الفيديو، هخليكم تشوفوها دلوقتي، وكده كده احنا مع بعض زي ما احنا متعودين بنكمل مع بعض الفيديو للاخر. دينا احنا كده ثبتنا التليفون، تعالوا بقى نوريكم. بصوا اهو، طبعا دي الدبله بس مكتوب عليها ايه؟ ابو مؤيد، ورقم التليفون 09 2 4 8 2000 2023. هتقولي طب المعلومات دي جت ازاي؟ هقول لك الله اعلم ورسوله. لكن ديت حمامية يا شباب من سوريا. الدبلة ديت باسم شخص واحد من سوريا. طب يا مهند ايه هي الحمامية؟ انا هوريكوا دلوقتي اهي. فرد حمام انجليزي. طبعا فرد حمام لسه اصلا كان زغلول، وخلاص يعني عليه تقريبا 3 ريشات اهوت ولا حاجة. ان شاء الله فرد حمام اسود مرسوم. اللهم بارك. بصوا شكله عين بيضة. طبعا حمامية اهي، سلت بيضة نضيفة مفيهاش الهوا. طب يا مهند مين صاحبها ومين أي حاجة؟ أنا مش عارف أصلا. أصل ده مش لابس دبلة مصرية، ده لابس دبلة سورية. الرقم دوت رقم سوري، وأنا اتأكدت من الكلام اللي أنا بقوله. فطبعا زي ما أنا قلت لكم إحنا مش بنقول أي كلام وخلاص. الحمامية ديت أنا واثق مليون في المية، يا إما الدبلة اللي عليها هي أصلا دبلة بتاعت شخص سوري، أو الحمامية دي كده كلها بسلطات بابا غنوجها. الحمامية ديت جاية من عند حد كان في سوريا وجابه هنا في مصر. دوت حل من الاثنين، يا اما الدبله ديت هي متلبسه لها في مصر الحمايه دي مصريه اصلا، او الكلام اللي انا بقوله لكم. فلسه الحاجات دي انا مش عارف اتاكد، وطبعا مش عارف اوصل لصاحبها. انا عمال اسال وعايز اعرف تبع مين وبتاعت مين. جه عندي وهو زغلول، طبعا كان جاي خلصان خالص ومشقوف وطالع عين اللي جابوه. الحمد لله دلوقتي انا خليته يرد صحته. وزي ما انا كنت قايل لكم قبل كده، الفرد دوت حكايته حكايه. انا هعمل ايه؟ هسيبه زي ما هو، بس انا لسه مش عارف دي بقى انتايه ولا ذكر. انا هسيبه زي ما هو. طبعا انا حاطه هنا مع الزغير البلدي من اسباب اللي هو رد صحته. اللي الفرد دوت كان اكل شارب علف. ده بص ده بيجعر. اوبا ده ذكر. بس كده بص، ده حتى يا جماعه جعرته بتاعته مختلفه. يعني لو جعر تاني ممكن نسمعها. الجعره بتاعته يا شباب مختلفه، صوتها مختلف عن جعره الذكوره اللي احنا عارفينه. يعني بصوا ذكر بيجعر اهو. سامعين؟ سامعين ذكر بيجعر ازاي؟ ده بقى جعرته يا جماعه مختلفه يا جماعه. هو كده يعني ممكن. وبرضه انتوا قولوا لنا في الكومنتات وجهة نظركم. طبعا العيون اللي احنا خدناه من عند اخونا الرايق ان شاء الله. شويه كلف هنا. طبعا احنا لسه في تقريبا 4 عيون تاني عند الرايق، 2 و2. ان شاء الله لما هحط واحده هنا اهو، واحده تحت هنا اهوت، واحده تحت هنا اهوت. مش عارف طبعا اطلع فوق عشان فوق في حمام جديد لسه جايبينه. اكيد انتوا شفتوه وانا بقى في الفيديو، بس يعني برضو يعني ان شاء الله نفرجكم عليه عشان حمامين 200 محترمين. من الحمام اللي الواحد بيحب يربيه. طبعا انتوا عارفين الواحد بيحب كل فتره كده يجيب حمامتين كويسين. تعالوا بقى مع بعض نقفل كده الباب ونستغل الفرصه اللي الحاجه جايبه للكتاكيت بتاعتنا والفراخ اللي عندنا خس. هنأكل شويه خس للاساتذه دولا. تمام. نفتح بس كده. بص 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 بص، اوعى الرينج لايت، لا رينج لايت، اوعى الستاند، اوعى الستاند بتاعنا. همت متسولين قاعدين صايعين. انا اصلا عايز اللي انا اروق على المتسولين دول. الحمد لله ما بقنوش معانا. الحمد لله. والله اعمل لكم فيديو اليوم يا جماعه، بس انا بس ايه، عشان لسه اجيبهم وكده. فاحنا زي ما احنا متعودين احنا بنظبط الحمامتين عندنا، وبعد كده بنبدا اللي احنا هنصور لكم فيديو. ما تقلقوش يعني، دول اللي هيطلعوا معانا بسرعه عشان هم مش محتاجين مجهود كبير. طبعا الذكر دوت، الذكر ده
يوسف الرايق عايز يرجع، عايزنا اديهوله تاني. يوسف الرايق انت بتحلم يا جماعه. الدكر جامد وانا هثبته عندي هنا. انا قلت له هديهولك في حاله لو الدكر دوت رجع لك تاني. تمام. الدكر يا جماعه بصوا اهو، الدكر طاير اهو، الدكر طاير عندي في السطح. يعني خلاص الدكر دوت زغاليل بتطلع، اللهم صل على النبي اهي. بصوا زغيل بتطلع. طبعا النتايه باكستانيه والدكر زاجل حمري، فدوت يا اما انا اجيب له نتايه حماريه يا اما خلينا على الوضع ده. تمام. لو جبت له نتايه حماريه تمام، جبت له نتايه، ما جبتلوش نتايه وخليته مع كده تمام مفيش مشكله، مش هيأذي معاه في اي حاجه. تعالوا برضو نفتح الباب بتاعنا. في حاجه كده ظاهره قدامي دلوقتي احنا ممكن نتكلم فيها وهي مالهاش دعوه بموضوع الفيديو بس هنتكلم فيها. اللي هي ايه؟ اللي هي شايفين؟ شايفين ده المنظر ده؟ احنا اسفين طبعا بس دوت مش مرض عند الحمام. ده مش مرض، ده وده. ده ايه يا شباب؟ ده الحمامه بتبقى راقده على حصى وبتطلع بتفضي الافرازات اللي هي محوشاها، فبيطلع بالمنظر اللي انت شايفه ده. هتقولي طب يا مهند ما انا عندي حمام بيطلعوا كتل كتير كبيره كده. هقول لك بتفرق من فرد لفرد تاني، بس الحمام كده مش تعبان. تمام. عشان بس ما حدش يقول لي انا عندي الحمام تعبان والحمام بيسهل، ده مش اسهال يا شباب. خش بس لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. افتح النور. يا هلا يا مرحبا بالاخوه. اللهم صل على النبي. طبعا الحمد لله الطريحه عندنا خلاص اتباعت، ما قدامناش غير الزاجل الازرق البوازه. تمام. انزل تحت الاقي واحد بوازه تاني اهو. الميكس عامل شغل عالي، الميكس عامل شغل عالي يا شباب اهو. وهنا اتنين الشخشله سوري الاتنين الباكستانيات. ان شاء الله النتايه ديت هتتغير معانا ان شاء الله، وهنجيب له الذكر ده نتايه تانيه. بنحاول نطور وبنحاول نظبط طبعا على قدر الامكان علشان خاطر احنا عايزين نوصل لنتيجه محترمه ونتيجه كويسه. تمام. طبعا اللي احنا ورينا لكم دول الحاجات اللي هيتباعوا: الزاجل الازرق، اتنين بوازات، الاتنين باكستانيات، فقط لا غير. عشان بس ماليش حد يقول لي طب مهند انت هتبيع العبسي، طب مهند انت هتبيع الكركندي، يا مهند طب انت مش عارف ايه. والله يا جماعه انا الحاجه اللي ببيعها بقول لكم هبيعها، الحاجه اللي مش هبيعها بقول لكم مش هبيعها. وحاجه تاني عشان برضو الموضوع دوت صراحه ضايقني يا جماعه، لو سمحت متابعينا اللي من الوراق، طبعا احنا ساكنين في الوراق، ما اجيش كل يوم والتاني الاقي فيه ناس بتيجي عند البيت عندي ويقعدوا يندهوا ويقعدوا يزعقوا ويعلوا صوتهم. انتوا كده بتاذوني انا. تمام. بتاذوني انا في الشارع. سهل جدا الناس اللي في الشارع اقول لهم انا مالكمش ماليش دعوه بيهم، وايه هم هيبداوا يتعاملوا بقى. فيا جماعه يعني احنا كلنا عائلات في بعض، فما ينفعش ان انت تيجي تقعد تعمل مشاكل وتعلي صوتك في الشارع ويا مهند ومش عارف ايه. والله بيقولوا يا يوسف يا صبحي يا يوسف يا راي. هو احنا كلنا قاعدين في بيت واحد يا صاحبي، يا صاحبي الله يرضى عنك اعقل الكلام. اللي انت ما ترضوش اللي حد يعمله عندك ما تروحش تعمله عند حد. تمام. عشان انا بعد كده لو حصل معايا الموقف ده هاخد الشخص اللي عمل كده ونطلع على بيته ونعرف اهله اللي هو عمل ايه. ليه؟ عشان خاطر اهله يعرفوا اللي هو عمل حاجه غلط، والحاجه الغلط دي هو لازم يتعاقب عشانها. تمام. احنا بس بنحاول ان احنا نوضح نقط مهمه. دي نقط يا جماعه مهمه، احنا مش داخلين السوشيال ميديا عشان برضو نلاقي اذى، احنا بنحاول نفيد الناس، فما نلاقيش الناس اللي هي تقعد تعمل لقطات معانا مش ظريفه. تمام. عشان بس ما حدش ايه يزعل من رد الفعل. انا برضو والله ما بقولش كده تكبر، انا بقول عشان خاطر الناس اللي ايه تبقى عارفه معانا احنا هنعمل ايه. طبعا نخش كده معانا نصلي على النبي. الزغلول الاهالي سودا، والله العظيم سودا يا شباب. بس مطلعين زغلول ايه؟ ازرق. طب يا عم ازاي؟ هقول لك الله اعلم، هقول لك الله اعلم. طب دول الاهالي بيضه ومطلعينك بص زغلول ازاي؟ ازرق. طب مهند ازاي مهند الكلام ده؟ هقول لك عشان ده اخوه، ده اخو ده، ودي يا جماعه طالعه انتايه عامه، وده لسه مش اكيد طالع ايه، بس دي طالعه انتايه يعني الزغلوله دي. نيجي بقى نبص كده، نفسي ادخل الكاميرا كده الاقي في حصل، نفسي والله، نفسي كده، نفسي اخد منكم اي حاجه، اي حاجه يعني عارفين. لو اديتوني زغلول بس زغلول اشوفكم بس انتوا ايه نظامكم، هفرح، هفرح والله. تعال هفرح. يلا تعال نطلع بره تاني. جو حر في السلاكه مش قادر اكمل الصراحه في الحر اللي انا فيه ده. نطلع كده. طبعا هم مجرد ما بيشوفوني يعرفوا ان انا ايه هحط اكل، بس انا مش حاطط اكل، انا بصور فيديو. خدوا خدوا كله خص، ولا خدوا كله بتاع اللي ماما جايباه ده. هي راحت فين؟ هي راحت فين؟ هو اصلا بص هم اصلا ما توصوش يعني. كان في حته تانية، والله كان في حته تانية يا جماعه. طب انت هتاكلوا دوت؟ طب كله يلا. الف هنا الف هنا على الف هنا عليكم.
تعالوا تعالوا اوريكم حاجه. بصوا كده هنا، بسم الله، قص العنبره. الحمد لله. بصيت على الحصى الصبح كده من بعيد لقيته معمر، يعني دي معمره اهي ودي معمره اهي. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. ربنا يا رب كده يزيد ويبارك. اللهم صل على النبي. دعواتكم لينا ان شاء الله نشوف منهم زغلولين محترمين ونوقف منهم انتاج عندنا. كركنديات كذلك، مش عارفين ايه النظام. وريني كده، بصيني بصه. معمرين ماشي. دول لا، دول لسه رامين الحصى، بس دول عايزين فرش. دول عايزين فرش الطاجن عشان الحصى ما يتكسرش. تعالى كده، الزري بيو والزري بيو. حط كده يابا. لا مؤاخذة بقى، لا مؤاخذة، لا مؤاخذة. بس كده شوية ايه، شوية تحديق اورجانيك، شوية تحديق اورجانيك. ناخد كده ونفتح الباب تاني ونحط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تمام. اي حاجة تانية عايزينها؟ لا ماشي. طبعا انت لازم يا صاحبي تروق على الحمامتين بتوعك، لازم تهتم بأقل التفاصيل. لو انت عايز تبقى عندك دورة إنتاجية، يبقى أنت لازم تهتم بأقل التفاصيل عند الحمامتين عندك، عشان خاطر ما تلاقيش نفسك خسرت حمام، وما تلاقيش نفسك دخلت في سين وجيم وحصى بيموت وسوري وزغير بتموت وحصى بيكبس، الكلام اللي احنا ايه مش عايزين نوصل له ده. قشطة قشطة. هنرجع تاني نخش السلاكة بتاعتنا. أنا مدوخكم أنا عارف، والله العظيم مدوخكم. إن شاء الله الباب ده الجديد للقص اللي احنا جبناه. تمام، هيبقى عندنا الباب دوت، وبأمر الله احنا كده نكون ربنا فصيلة من الفصائل اللي احنا بنحبها. هنفتح كده عند الكركنديات. اللهم بارك. في زغلول اهو، بس لسه شويه عليه فطم. هنقفل كده، نفتح هنا عند الحلبيات. هنلاقي الزغلول اللي متعامل معاه بالميكس. الحمد لله الميكس برضه ظابط، الميكس ظابط. طبعا الاهالي هيت، والزغلول اهو طبعا اخوه اللي هو فوق في المصطبه معانا. يقفل يقفل. والناس اللي بتسالنا على الحمام برضه، النتايه فين؟ النتايه الشخشولة دي للبيع. النتايه سوري الحلسه دي للبيع، والنتايه الحلسه دي للبيع. عايز اي حاجه يتواصل معايا، وانا بظبط لكم الاسعار وانتوا عارفين حاجه زي دي. تمام. مش عايزين مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. احنا فيديوهاتنا طبعا متعودين ليه ما بتبقاش طويله، واحنا برضو بنتكلم في النقطه دي، بنراعي كل الفئات اللي بتتفرج علينا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اتمنى الكلمتين اللي انا قلتهم في نص الفيديو ما تكونش زعلت حد. لو حد عايز اي حاجه من اللي انا وريتها لكم اللي احنا عارضينها للبيع، ان شاء الله هنتواصل معاه وهو يتواصل معانا، ومن العين دي قبل العين دي. كان معكم مهند محمود. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.